يا مساء الفل يا صديقي. عشان تبتعد عن سحر النساء بالدماغ الرايقه كده والعقليه العاليه، يعني الرايقه، في مثل في الاول كده بيقول لك ايه: اللي يتفتن يتفتن باللي يسواه، واللي يتقل ما حدش يعرف يغواه. طيب محتاجين خطه للكلام ده، هنركز عليهم في اربع خمس حاجات كده. اولا يا سيدي بيقول لك خليك تقيل. قانون الجاذبيه العكسي اللي احنا عارفينه في المثل الشعبي بيقول لك ايه: اتقل تاخد حاجه نظيفه. ليه بقى؟ لان الراجل البرنس هو اللي مش اي كلمه حلوه تثبته ولا اي نظره توديه وتجيبه كده. الفكره بقى بتقول لك ايه: لما تحس بسحر واحده اتقل، ما تبينش بقى انبهارك. التقل ده بيخليك انت ايه بقى؟ بيخليك انت الساحر مش المسحور. تاني حاجه بقى بيقول لك ايه: عينك في راسك تعرف خلاصك. المثل بيقول لك ايه بقى: ما تسلمش ودنك ولا قلبك من اول هلو يا بيبي. افهم الفوله. خليك ناصح بقى، اعرف ان الجمال ده رزق بس مش قيد بقى، بس يعني بص للصوره الكامله، الشخصيه، الطباع. هي بنت اصول ولا بنت منظره؟ لما تفكر بعقلك السحر بيتفك فورا. تالت حاجه بقى: يا جبل ما يهزك ريح. خلي في عندك كده قوه للشخصيه، خلي حياتك كده زحمه. عندك شغل، عندك صحابك، عندك القعده الحلوه معاهم او القعده الحلوه على القهوه، طموحاتك لما تكون مالي مركزك يعني وعندك اهتمامات تانية، مفيش أي واحدة هتقدر تاخد حيز أكبر من حجمها في دماغك. السحر بيشتغل بس لما يكون القلب فاضي أو عطشان. رابع حاجة بقى: روشتة التحصين بقى، اللي هي إيه؟ أول حاجة يا صديقي تستعن بالله. يعني تبدأ تملأ قلبك كده وتخليه عمران، لأن ده بيسد الثغرات اللي بيدخل منها الشيطان والضعف. تاني حاجة بقى الجدعنة. لما تصاحب رجالة كده يعني ملهيين في شغلهم والكلام ده كله، بيخلوك بتفكر بمنطق الجدعنة، يعني ما يخلوكش تبقى مسحور. يعني كلمة السر يا برنس هنا، يعني لو أنت حسيت إنك أنت هتقع، افتكر إنك أنت باشا في نفسك، والباشا ما بيجريش ورا حد. خامس حاجة وآخر حاجة بقى: اضحك على السحر بقى. لما تلاقي نفسك بدأت تدوب كده ومسحور بزيادة، استخدم سلاح الضحك. قول لنفسك ايه بقى بصوت عالي جواك، بصوت داخلي كده: ايه يا نجم، هي هتاكل بعقلك حلاوة؟ اهدى كده وركز في مستقبلك، خف الدم كده يعني مع نفسك، بتكسر جدية المشاعر اللي بتخليك تضعف. ونصيحة بقى أخيرة عشان نخلص: السحر ما بيدخلش غير من باب اللهفة. لو قفلت باب اللهفة وفتحت باب الرضا والتقل، ما فيش أي سحر في الدنيا هيحرك شعرة منك إلا لو أنت اخترت الكلام ده بمزاجك. فهمت يا برنس؟ اكتب لنا في الكومنتات، حصل معاك الموضوع ده ولا لسه؟ وهل اتسحرت ولا لا؟